وحنا نشوفوا هذه الصور الدموع غلبتك وقلت ما نحبش نشوف مثل هذه الصور. علاش؟ والله ما نحب صح بكل صراحه، كل يوم راك جبتنا غير باش لا لازم ماشي الحزن، لازم نوعيو الناس باللي واويرو يحكم، واحكم باحكامك يا واويرو. شوفها وثبت الصوره، ثبت الصوره وشوف اللقطه. واويرو الان سيتقدم ليتابع حركه حسام عبد المجيد. عينك على رجل حسام، عينك على القدم اليمنى لحسام. وين اتجهت؟ اين اتجهت؟ اين اتجهت؟ شوف 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 رجل حسام، شوف رجل حسام عبد الحميد فيها ضربه جزاء. في اعتقادي فيها ضربه جزاء لفائده الفريق البركاني بكل امانه. هذه شوف الرجل واضحه تماما، رجله واضحه تماما اللاعب حسام عبد المجيد، وبالتالي اتصور بان واويرو القرار السليم. ضربه جزاء لفائده الفريق البركاني، لفائده اللاعب يوسف الفحلي. شوف خلينا من الكره هنا طالت على يوسف، والعرقله تاتي من حسام عبد المجيد. اذا كيف سيكون القرار يا واويرو؟ هذه واضحه اكثر، هذه واضحه اكثر. رجل اليمنى لحسام عبد الحميد، وضربه جزاء لفائده الفريق البركاني. اذا واويرو اللحظه التي سياتي فيها القرار، والقرار ضربه جزاء للفريق البركاني. هنا ردة فعل الانصار، نتمنى ان تكتمل على ايقاع الهدف يا يوسف يا الفحلي. من سيتقدم للتنفيذ؟ اذا الضربه الاولى تاتي في هذه اللحظات، ركله جزاء وقرار سليم في اعتقادي بالنسبه لي. واويرو لا تناقشني، لا تجادلني، رايت اللقطه بعيني. الفار قرب الصوره، الفار اكد المشهد. خطأ من حسام عبد المجيد، وبالتالي ركلة جزاء واضحة للفريق البركاني في هذه اللحظات. إذا سنرى الآن ونترقب لمن ستكون الكلمة.